انا كنت بالفعل اتكلمت عن فيلم هامنت لما اتفرجت عليه، ولكن كان بشكل سريع من خلال فيديو افضل افلام السنه اللي فاتت، وقلت انه عجبني. ولكن دلوقتي الفيلم اكتسب شهره كبيره وناس كتير بتتفرج عليه، خاصه انه مكتسح في الاوسكار نومينيشنز. فانا عايز اقول لكم رايي في الفيلم بشكل مفصل اكتر. ده بكل تاكيد واحد من اجمل الافلام الدراميه اللي انا شفتها في اخر فتره، وحط فيا اثر عاطفي صعب قوي ومؤلم. عجبني قوي انه بيتكلم عن معنى الفقدان بدرجه مؤثره، حتى لو في اوقات كنت بحس ان في محاولات زيادة عن اللزوم شوية، انه عايز يخليك تعيط اكتر وعايز يخليك تحس بالعاطفة اكتر، مع ان ده وصل لي بشكل اكتر من رائع من خلال اداء الممثلين بس. يعني انت عندك جيسي باكلي، البنت يا جماعة جبارة جبارة، اداء اكتر من رائع وافضل اداء نسائي في السنه بكل تاكيد. وكمان بول ميسكال، ودي نوعيه اداء تمثيلي اللي هو فعلا بيوصل لك المشاعر اكتر من التمثيل بالعينين بقى والكلام اللي احنا عارفينه ده. وطبعا اكتر سيكونس معلق في دماغي من ساعه ما شفت الفيلم هو اخر سيكونس خالص، المسرحيه، ربع ساعه يا جماعه من العياط. فيلم فعلا يا جماعه حلو جدا، ولكن لو كان قلل شويه من الابتزاز العاطفي اللي فيه كان هيبقى اعلى كمان. فبشكل عام تقييمي لفيلم هامنت 8.5 من 10.